Salut à toutes et à tous وحشتوني كتير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد première leçon من unité A ل 5e primaire. Avant de commencer لازم ابقى عارفه quelques bases، لازم ابقى عارفاهم في الunité ده. هو ايه؟ ان انا لازم اعرف الديفيرونس entre النمبر ديسيمال والنمبر اونتي. يعني ايه نمبر اونتي؟ يعني عدد واحد صحيح. زي ان انا اقدر اقول combien d'élèves dans la classe، هتقولي لي مثلا 45 élèves. تو كاملين عندك دو تارت، دو ساندويتش، يعني من اول الأ لحد المليار. ده اسمه ايه؟ فيرجول. كنا بنحط الفيرجول الاول في الانتي عشان افرق بس ما بين البوزيسيون دو شاك شيفر، ان انا ابقى عارفه ان الشيفر ده موجود في الفامي بتاعه الانتي سامبل، موجود في الفامي بتاعه المليي، في المليون، في المليار اتسيغا. اما دلوقتي خلاص انا عرفت، فالانتي اصلا ما ينفعش يبقى فيه فيرجول. ليه؟ لان خلاص ده عدد صحيح، مش هحط ما بينه فيرجول. امتى احط الفيرجول؟ لما يكون عندي فراكسيون، وهو ده الدرس بتاعنا السنه دي. الديسيمال عباره عن ايه؟ ان انا لو انا عندي تابلت دي شوكولا يبقى ده اسمه انتي. تابلت دي شوكولا ده جي ان دي مورسون. لو انا خدت منها 1 2 3 مورسون يبقى انا خدت 3 من 10، يبقى انا كده بتكلم على الديسيمال. دكار؟ يبقى 3 قطع خدتهم من 10، يبقى انا بتكلم عن الفراكسيون، بتكلم عن الديسيمال. يعني باخد مخصوم، باخد قطع من قطع كبيرة. اما الانتي ده عدد صحيح. اوكي؟ طيب دي تابلت دي شوكولا يبقى النمبر انتي. طب انا خدت منها 3، خدت منها 5، خدت منها 7، خدت منها 9، يبقى انا بتكلم على الديسيمال. اول ما اوصل ل 10 sur 10 يبقى انا خدت القطعة كلها كلتها، يبقى بالنسبة لي اتجال ا انتي. دكار؟ يبقى الانتي كله على بعضه 50 sur 50. انا كلت 50 من 50، انا كلت 2 من 2، انا كلت كلها. انا كلت من السلايز مثلا، لو انا عندي البيتزا بتاعتي انا خدت منها ويت من ويت، يبقى انا خدت كده كل حاجة، يبقى خدت الانتي كاملة. اما الديسيمال لا، انا خدت قطع من قطع كبيرة او من انتي كامل، من عدد صحيح كامل. طب زي ايه؟ اقدر اقول مثلا j'ai pris deux morceaux et demi. et demi يعني انا خدت قطعتين ونص، يبقى النص ده هيتحط فين؟ هيتحط في الديسيمال. الدو انتي القطعتين الكاملين اللي انا اكلتهم حطهم فين؟ في الانتي. يبقى ده الديفرنس ما بين الانتي والديسيمال. وزي ما اتكلمنا كده، ما دام الانتي قطع كامله اللي هي قطعه كومبليت معايا، يبقى بالنسبه لي طبعا الكومبليت اكبر من الديسيمال. هنعرف البوزيسيون. انا هنا عارفه ان البوزيسيون دونتي هو الايه؟ الunité دوزان، unité دوزان، سنتان، unité دو مليي اللي هي المليي، بعد كده دوزان دو مليي، سنتان دو مليي، مليون، دوزان دو مليون، سنتان دو مليون، لغايه ما اوصل للمليار. طيب انا عايزه اعرف بقى هنا البوزيسيون بتاع الديسيمال ايه؟ البوزيسيون طبعا انا عندي الفيرجيل قلنا اللي بتفصل ما بين الكسور او بتفصل ما بين القطع الصغيره والانتي الكامله. يبقى انا عندي هنا بوزيسيون اسمه ديزيام. يعني ايه ديزيام؟ يعني خدت 1 من 10، خدت 2 من 10، خدت 7 من 10، خدت 9 من 10، يبقى ديزيام. البوزيسيون اللي بعده على طول اسمه سنتيام. انا خدت مثلا 50 من 100، اخر حاجة عندي الميليم من 1000. انا خدت القطعة بتاعتي من 1000. عشان اعرف اشرح فين الكبير وفين البوزيسيون الكبير، يعني لازم ابقى عارفة ان الميليم بتاعتي هي اصغر مقصان عندي. طيب تعالي نعرف ازاي. regardez avec moi كده. انا هنا المورسو بتاعتي او الديسيمال بتاعتي sur 100. لازم اعرف ان الميليم هي تعتبر اصغر بلو بيتي مخصم. اوكي؟ اصغر قطعه. طب ازاي يا مدام الميليم يبقى اصغر من السنتيم والسنتيم اصغر من الديزيم؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ تعالي نشوف ازاي. لو انا خدت هنا بصوا كده ان مخصم او ان بارتي، خدت ان بارتي ان من 1000. بص شكلها عامل ازاي، ركزوا. طب هنا
الدينوميناتور هو عدد الانتيه كله او عدد المخصون اللي موجودة توتال. تمام اهو. طب انا خدت منها ايه؟ une partie. طب هنا sur 10 خدت منها une partie من 10. تفتكروا كده مليم اكبر من القطعة بتاعتها من كل الالف دي، من كل الميل دي؟ خدت قطعة قد كده من ميل، هتبقى اكبر من سور 100؟ لا طبعا. احنا قلنا ايه؟ ان مليم plus petit que 1 centième plus petit que 1 dixième. يبقى قطعة الديزيام أكبر كتير من قطعة السنتيام، وأكبر من الميليام بدي فوا، ب10 أضعاف. دونك عندي النمبر انتي طبعا هو أكبر من الديسيمال. يبقى لو أنا همشي بالترتيب، أنا الفالور دو شيفر كل ما يبقى فيغ لا جوش، كل ما يمشي شمال كده، يبقى أنا بزيد من الفالور بتاعته وبزيد من البوزيسيون. يبقى الانيتي عندي أكبر من الديزيام، والديزيام أكبر من السنتيام، والسنتيام أكبر من الميليام. طب نيجي كده من أول الملييه، الملييه أكبر من سنتان، والسنتان أكبر من ديزان، والديزان أكبر من الانيتي، وهكذا. يعني كل ما امشي كده الشيفر بتاعي كل ما يكبر، كل ما يمشي شمال، يبقى انا كده بالنسبه لي البوزيسيون والفالور بتاعه كبير. دي كانت اهم حاجه لازم تعرفوها، ان الديسيمال عندي اصغر من الاونتي. عرفنا ايه هو الاونتي وعرفنا ايه الديسيمال. طيب بقى اللي احنا فهمناه بالفالور، احنا عرفنا ان البوزيسيون بتاعنا من الميليم، بصوا كده، من الميليم للسنتيم بيحصل له حاجه اسمها ايه؟ augmenter، بيزيد قد ايه؟ فوا 10. يبقى بيزيد معايا دي فوا، 10 اضعاف دي فوا. بعد كده من السنتيم للديزيام دي فوا. طيب من الديزيام للأونتي، في الأونتي الانيتي بتاع الأونتي، من الأرقام بتاعتي كل ما تروح فاغ لا جوش، كل ما تروح ناحية الشمال، يبقى القيمة أو البوزيسيون بتاعتها والفالور بيكبر معايا. دكار. طب لو راح ناحية اليمين يا مدام، يبقى ساعتها بيحصل له ايه؟ ديمينوي، بيصغر، بيقل، سواء كان فالور أو بوزيسيون. دون 4206 لو شيفر 4 همسولين على 4 واعرف ان هي فين. كل ده يا مدام في الأونتيه اصلا. ليه؟ لاني ما عنديش اصلا فيرجيل بتفصل ما بين النمبر دو ديسيمون والنمبر دونتيه، فانا ما عنديش فيرجيل، فمعنى كده ان الرقم ده كله موجود فين؟ في الأونتيه. يعني unité des un centaine millier، unité des un centaine millier. انت عايز الكتر في الملييه، يعني معاها 3 زيرو، هيبقى 4 اي 3 زيرو. طب السيسة هعمل سيولين على السيسة، هي في الانيتي، في الانيتي ما فيهاش ولا زيرو، هتنزل زي ما هي. طيب دون 9 وبعد كده كاتب لي 504. محدش يقول لي دي 9 ملييه اي 504، نو، لا، لان انا خلاص مادام لقيت فيه فيرجول، يبقى دي بالنسبه لي انا فصلت الارقام، وزعتها ارقام موجوده على اليمين في الديسيمال، وارقام تانية موجوده فين؟ في الاونتي. يبقى الفيرجول بتخليني اعرف ان ده اللي على يميني ده الارقام بتاعت الديسيمال بس، واللي على الشمال ده الارقام اللي هتبقى موجوده دي بتاعت الاونتي. فهتبقى هنا دي اسمها ديزيام وسنتيام بالترتيب، بعد كده ميليام. اوكي، انت عايز النف اهي في الانتي، في اليونيتي، يبقى نف سان زيرو. طيب لو شيفر 4 هعمل سولين على الكتر، هلاقيها موجوده فين؟ في الميليام. يبقى هنزل الكتر اللي قصادها كله هيتبدل بزيرو، بس كل واحد في البوزيسيون بتاعه. الزيرو هي كده كده زيرو، فهتنزل زيرو. السنك هشيلها خالص فهتبقى زيرو. الفيرجول هتنزل زي ما هي. النف برضو ايه؟ remplacé par زيرو. سنتيام وعايزهم au nombre décimaux، وعايزني اعمل transform au nombre décimaux، احولها لديسيمو. ده فراكسيون هحوله لديسيمو. هعمل ايه؟ بصوا كده، الكتر فين؟ sur 100، يعني معنى كده ان هي في السنتيام. خلي كل حاجه في البوزيسيون. مادام خلاص
انا دماغي عرفت الميليام فين والسنتيام فين والديزيام فين والانيتي فين والديزان فين والسنتان فين هيبقى كل حاجة خلاص واضحة بالنسبة لي. سكلار. طيب زي ايه؟ هتبقى زيرو. ده قلنا ايه؟ احنا ليه حطينا زيرو؟ عشان نعرف ان ده مفيش عندي اونتي فحطيت بداله زيرو. طيب نبدأ بقى في الديسيمال. بص كده هنا البوزيسيون بتاع اليم، هل في حاجة؟ لا، فهتبقى زيرو. طيب وهنا البوزيسيون دو سنتيام. طب ايه ده؟ ما هو 4 sur 100، يبقى انا هحط هنا 4. يبقى انا حولتها دلوقتي لايه؟ عملت ترانسفورم او نومبر ديسيمال. طيب واحدة كمان، لو جالي كده 325 sur 1000 transforme en décimaux nombre décimaux. هعمل ايه للديسيمو هنا؟ طيب هو جاب لي هنا ايه؟ الانتي اهو هيتحط زي ما هو، ما عنديش فيه مشكله. ما انا عارفه دي 3 دي اللي بره دي بتاعت الانتي اللي هو كده تبقى اسمها ايه؟ يونيتي في الانتي. خلاص بعد كده الفيرجول نبدا بقى ايه؟ للديسيمال بتاعنا. يبقى هنا ده يا مدام البوزيسيون بتاع الديزيام، وده سنتيام، وهنا ميليام. الديزيام لقيت الان، السنتيام 2 والميليام 5. كده انا خلصت الايه؟ عملت انا هنا الديسيمال بتاعي. طب جالي 5 3 ميليام. خلاص دي عرفنا ان هي اونتي هتتحط في البوزيسيون بتاع الاونتي فيرجيل. ها بيقول لي ميليام، طيب يبقى همشي بالترتيب. ديزيام فيها حاجة؟ لا، يبقى زيرو. طب السنتيام فيها حاجة؟ لا، هتبقى زيرو. طيب نيجي اخر ما بقولك 3 sur 1000، يبقى انا بتكلم ان التروا دي موجودة فين؟ في الميليام على طول. اتفقنا؟ يبقى لازم ابقى حافظة البوزيسيون بتاعي بالظبط. طيب جالي بقى من الحاجات اللي انا احب برضو ان انتوا تعرفوها، لو جالي رقم زي ده احنا خدناه السنة اللي فاتت بس احب برضو ان انتوا تأكدوا عليه. وقال لي انا عايز الرقم ده ترانسفورم او نومبر ديسيمال. هعمل ايه؟ ركزوا كده. الميليام يعني 3 شيفر، يبقى هرحل الفيرجول، هعمل لها رونج كده، يعني هنقل الفيرجول بتاعتي 1 1 2 3 فيرجول. يبقى بالنسبة لي هو هيبقى 32,581. دكار. ليه يا مدام؟ لأنه ميليام يعني الأ دي موجودة في الميليام، الويت دي في السنتيام، السنك دي فين؟ في الديزيام، بعد كده ال32. طب أنا عرفت منين؟ عرفت بإن أنا عملت كده 1 2 3 بعد كده فيرجول من اليمين، بمسك الفيرجول بتاعتي وامشي بيها 3 فوا او 3 رون يعني 3 كده، برحلهم ل3. طب لو هو نفس الرقم sur 100 يبقى هرحل الفيرجول بتاعتي اللي هنا. ليه قلت يا مدام في فيرجول هنا؟ عشان ده اونتي، والاونتي الفيرجول دي اللي بتفصل ما بينه وما بين الديسيمال فيرجول، واقول 1 2 3 ده في حالة الميل. طب لا ده sur 100 يبقى ارحلها 2 1 2، يبقى الفيرجول هتيجي هنا. دكار. لما اجي اعملها احولها كمان تبقى لفراكسيونير، فهعمل كده. عشان دي في الديسيمال. ديسيمال يعني ايه؟ يعني انا خدت 81 من 100. عرفت منين؟ خليت الفيرجول تمشي من اليمين للشمال 1 و 2 عشان هي sur 100. مهم جدا الحاجات دي، لازم نحل عليها كتير. طيب. بعد كده عندي لسان اسمه changer la valeur de position.
يعني تغيير القيمة بتاعة البوزيشن. فاكرين لما قلنا في التابلو ده احنا قلنا ان الميليوم دي اصغر حاجة، وكل مرة بنكبر دي فوا 10 مرات او 10 اضعاف، كل شوية بنكبر 10 اضعاف. كل ما نمشي كل ما الشيفر بتاعي يجي. بصوا كده هنا كان في الميليوم، الآ كانت في الميليوم، بعد كده الآ بقت في السنتيم، الآ هنا في الديزيام بتكبر اهي، بعد كده راحت للأونتي، راحت للإنيتي، بعد كده للديزان، بعد كده للسنتان، للمليي، للمليون، ممكن تروح كمان للايه، للمليار. يبقى انا معنى كده ان انا عملت ايه، خدت الرقم وفضلت امشيه على فيغ لا جوش كده، تجاه الشمال، تمام، علشان اكبر من قيمته ومن البوزيسيون بتاعه. طيب امتى اقول اللي هو الشيفر هنا بيبقى اوجمونتي؟ في حالة ان انا عملت هنا فوا 10 وفوا 100 وفوا 1000. اساسيات لازم ابقى عارفاها. ايه هي اهم اساسيات لما بعمل ملتيبلي بار 10 و 100 و 1000؟ الشيفر بتاعي اوجمونتي، بيزيد من الفالور ولا بوزيسيون. مادام قلت ملتيبلي بار يعني فوا، يبقى بيحصل للفالور والبوزيسيون اوجمونتي. ليه؟ لان البوزيسيون كل شويه بيعلى. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه لازم ابقى عارفاها، في حاله الملتيبلي بار الجيل هي اللي بتروح فين؟ ناحيه اليمين. يعني انا لو قلت فوا 10 يبقى vers la droite d'un rang. واحدة بس تتحرك، حركة واحدة بس، زي الشطرنج كده. طب لو هي فوا 100 يبقى 2 rangs، تتحرك حركتين. طب لو هي فوا 1000 يبقى 3 rangs. vers la droite برضو بتتجه ناحية ايه؟ اليمين. 3 rangs في حالة ان انا بقول multiplier par 10 و 100 و 1000. طيب رقم زي ده كده لو انا عايزة اقراها اقول ايه؟ 231 et 235 مليم. اعمل الرقم ده دي فوا. لو انا طبقت القاعدة دي اهي، اول حاجة اوجمونتي، الشيفر هو الفالور دي شيفر او البوزيسيون دي شيفر بيكبر. خلاص انا حفظتها في دماغي خلاص، فانا فاهماها. اوكي، يبقى مادام قلت فوا يبقى قيمته بتزيد على طول. تمام. طيب في حالة بقى ان انا عايزة انفذ الكلام ده وقلت فوا 10 هعمل ايه؟ الفيرجول بتاعتي قلنا فيغ لا دروات في حالة الفوا، فيغ لا دروات، يبقى امسك الفيرجول دي كده وامشي اهي، vers la droite تمشي هنا. فهيبقى الرقم بالنسبة لي 200 هيبقى 2312 35 سنتيم. بصوا كده قيمة الرقم بتاعتي حصل لها ايه؟ الدو دي كانت فين؟ في الديزيام، بقت فين؟ في الانيتي، راحت للأونتي. طيب الآ دي كانت فين؟ في اليونيتي. طيب هنا لما عملت لها ملتيبلي بار 10 ايه اللي حصل؟ بقت فين؟ في الديزان. هنا كانت في اليونيتي، بقت خلاص في الديزان. طيب لو جينا قلنا c'est le même nombre كده fois 100، يبقى قلنا ان الفيرجيل هتتحرك 2 rangs 1 2، يبقى هتيجي هنا. طيب احلها ازاي؟ اكتب الاول النمبر واسيب دايما سباس كده، وانا قلت بص كده 1 2 هتتحرك خطوتين، هتعدي ال 2 وهتعدي ال 3، يبقى هنا. بصوا كده لو قلت على نفس الحوار انا بتكلم عن لو شيفر 1. لو شيفر 1 كان هنا فين؟ في اليونيتي. طب هنا بقى فين؟ لما عملت فوا 100 هيبقى هنا في السنتان. لازم اشرح لنفسي كده.
231 et 235 millième fois 1000. هقول ايه؟ هكتب الرقم بتاعي. انا قلت الفيرجول vers la droite 3 fois عشان قلت 1000. 3 rangs هيبقى كده 1 2 3. يعني الرقم كله بقى فين؟ في الانتي. تعالوا نشوفوا الفالور والبوزيسيون كده. برضو لو شيفر 1 هنا كان في الانيتي. طب هنا لقيناه فين؟ unité des centaines unité de milliers يعني في المليي. بقى هنا مليي. بعد ما كان في الانتي بقى فين؟ في المليي. طيب على نفس الاكزامبل ده لو قلتلك الفالور هتقولي لي 1 لان ما فيهاش ولا زيرو في الانيتي. طيب هنا ال1 في المليي الفالور avec 3 زيرو 1 et 3 زيرو. يبقى انا الفالور هنا الفالور بتاعته على حسب البوزيسيون. داكور؟ يبقى changer la valeur du position. بغير من قيمة البوزيسيون مادام البوزيسيون بتاعي اتغير. عندي الديفيزي بار 10 ديفيزي بار 100 ديفيزي بار 1000. الديفيزي بار 100 هيبقى الكونترير بتاع ايه؟ بتاع الفوا. ممكن لو انتوا عايزين تذاكروا ممكن تحطوا تعملوا تابلو وتعملوه قصاد بعض. تحطوا هنا الديفيزي بار وخط كده مثلا. هنا هيبقى للديفيزي بار وهنا للفوا. الديفيزي بار بيحصل لها ايه؟ ديمينوي يعني بتقل الفالور والبوزيسيون بيقل. اوكي نكتبها هنا عشان نفرق. بتبقى لا فيرجول vers مش دي دروات هتبقى دي لاجوش. طب لو عملت ديفيزي بار 10 هتبقى دان ران. يبقى ساعتها ديفيزي بار 10 هتبقى دان ران يعني حركة واحدة بس ان ران. طب الديفيزي بار 100 هتبقى دو ران حركتين. بحركه حركتين. كل ده اتجاه ايه؟ الشمال الجوش. طيب 1000 3 ران. يبقى لازم اعمل كده ايه؟ كومباريزون ما بينهم وابقى فاهمه. طيب تعالي بقى ناخد اكزامبل علشان نفهم. لو انا قلتلك هنا ادي 3 2 5 1,67 divisé par 10. هعمل ايه هنا بقى؟ هننفذ الرجل بتاعتنا. تمام؟ بتقولي ايه الرجل؟ بتقولي ان الفيرجول يا مدام في حالة الديفيزي بار بتمشي ناحية الشمال مش اليمين. vers la gauche كده. طيب انا بقول ديفيزي بار 10 يبقى هتتحرك حركة واحدة بس. يبقى هتيجي هنا. فهكتب الرقم زي ما اتعودنا اهو. كان فين الفيرجول؟ كان هنا عند الأ. هتبقى عند السنك. ده اللي هيحصل. الفيرجول يا مدام هتتحرك ناحية الشمال عشان هي عكس الفوا. طيب يبقى هعمل ايه؟ هكتب الرقم combien de rangs 2 يبقى 1 2 يبقى هتيجي هنا تبقى كده. ده 3 rangs يبقى 1 2 3. هنتحرك كام خطوة؟ 1 2 وادي كمان بس 1 2 3 يبقى تيجي هنا. تعالوا بقى نكتب كده الفالور عشان نبقى متأكدين. هنا لو انا قلتلك عن الان عشان بس ما اتلخبطش انا همسح ده. لو انا قلتلك هنا الفالور بتاعت الان هتقولي لي الفالور يا مدام هنا في الانيتي يعني الفالور بتاعتها ان البوزيسيون انيتي وهي الفالور بتاعها هيبقى ان. طيب ان هنا راحت فين؟ للديزيام. يبقى قلت ولا لا؟ قيمتها نزلت بعد ما كانت في الانتي
بقت في الديزيام، 1/10 مقسام. تمام. طيب هنا نفس الان، هنا في الانيتي بقت هنا فين؟ في السنتيام. يا نهار ابيض، بقت 1/100. 1/100 ده ايه ده؟ دي قلت قوي. بص انا بنزل ازاي. طيب هنا الان في الانيتي، في الانتي نفسه، وهنا الان بقت فين؟ في الميليام. دلوقتي عندي زي ما اتعودنا لازم نعمل اخر كام كيسيون كده ديفي. يعني ايه ديفي؟ اسئلة التحدي بتاعتنا المالين اللي هي بنفكر فيها شوية. زي ايه؟ طيب اول كيسيون بيقول لي 3 fois 1/10. 3 fois 1/10. طيب هتبقى ايه؟ ادي 3 fois 0 égale 0 virgule 3 fois 1 égale 3. يبقى 3 fois 1/10 est égal 3/10. 5 fois 1/10 est égal 5/10. 9 fois 1/1000 هتبقى 9/1000. داكور، لازم ابقى واخده بالي من الحاجات دي كويس. طيب عندي بعد كده سي اون دي 3 questions différentes، يعني انا عندي 3 اسئله مختلفه عن بعض. دي عايزه شويه ايه؟ ان انا افكر كويس. 97 ديزيام، وهنا 1 7 سنتيام. طيب هعملها ازاي؟ يا اما اخليهم كلهم فراكسيون، يا اما اخليهم كلهم ايه؟ ديسيمون. لازم عشان اعمل كومباريزون ما بين حاجتين مختلفين لازم اوحدهم مع بعض. 27 ديزيام، يبقى انا هعمل ايه هنا؟ هعمل اناليز دا نومبر. هو بيقول لي ديزيام يعني سور 10، يعني بالنسبه لي الانتي بتاعي هو 9 et 7 ديزيام. لو هكتبها بالديسيمال علشان ده ديسيمال يبقى انا ساعتها هكتب 9,7. اوكي. طيب النف ولا الان؟ طبعا النف. طيب 80 سنتيام. 80 سنتيام. 80 سنتيام، وهنا 80 ديزيام. لاحظتوا حاجة؟ برافو، ده ايكيفالنت يا مدام. انا لو عملت هنا فوا 10 وهنا فوا 10 هتديني ايه؟ هنا 100 وهنا 80، يبقى بالنسبة لي ايجال. طيب 500 مليم. 500 مليم. لو هكتبها بالديسيمال هتبقى في المليم. بحطها فين؟ اهي في البوزيسيون بتاع المليم. وهنا 5/100. ليه؟ لأنها في السنتيم. في السنتيم يبقى 50/100، وهنا 500/1000. يبقى أنا بالنسبة لي الاتنين برضو equivalent. طب لو قلت هو نفس الكلام كده بالظبط 500 مليم، وهنا كتبته في المليم برضو، هنعمل ايه هنا؟ مليم كده 500 مليم. 500 مليم. لو ديسيمال احط السنك فين؟ في البوزيسيون دو مليم. يبقى 0,0 بتاعت الديزيام سنتيام، السنك في المليم. هنا 5/100. ليه 100؟ لانها في السنتيام. اوكي، يعني لو هكتبها ديسيمال هي مكتوبة خلاص. طيب بصوا كده عملنا ايه؟ لو عملت دي فوا 10 وهنا فوا 10 هتديني 50,000. هل دي 50,000؟ لا. يبقى مين هنا الأكبر؟
ها ال5 سنتيم. احنا اتفقنا ان الحاجة لما تكون في السنتيم هي اكبر من المليم. طب الشفر اللي مكتوب في الديزيم هو اكبر من السنتيم، والسنتيم اكبر من المليم، يعني اصغر جزء خالص موجود في المليم. انا قلت هنا ال5 سنتيم، يبقى بالنسبة لي 5 سنتيم plus grand que 500 مليم. هيبقى 500 divisé par 1000، وهنا 5 divisé par 100. تفتكروا كده، بصي انا لازم افكر، تفتكروا كده ال500 ميل اكبر ولا ال500؟ يعني انا خدت ال5 مورسون من 100 مورسون، هنا خدت ال500 من 1000، مين الاكبر؟ طبعا ال500، لان ال500 ميل تعتبر الدومي بتاعت الميل، دومي يعني انا خدت النص الالف دي. يبقى بالتالي هنا، وزي ما اتعودنا لو في اي سؤال انت مش عارفاه او انت مش عارفه ابعتولي في الكومنتات وانا هحله في بداية الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بون شانس. يلا اوريفوار.